تصميم في المساعد في مدرب المنتخب الكبار، ذهاب غريب امزين ومجيء عبد الله بوحدمه واحد من الاطر المكونه بفرنسا، والتخلي عن خدمات او اقاله المدرب عصام الشرعي اللي منحنا لقب افريقي ديال اقل 23 سنه. هذه تقريبا واحد السنه وما ينيف. جاء مكانه طريق سكيتيوي، وكان هذا الخبر بمثابه يعني مفاجاه كبيره على اعتبار اقتراب الدوره الاولمبيه لباريس اللي غتجرى في شهر اغسطس القادم، واللي بطبيعه الحال بضعه اشهر قليله تفصل عليها، والكل يتطلع لمعرفه بطبيعه الحال الرياضه المغربيه التي ستشارك عموما في الدوره، وكره القدم التي نتمنى بان تتجاوز دور او تمشي لادوار بعيده، لان كانت اول مشاركه لنا في دوره ميونخ الاولمبيه سنه 1972. كان واحد البلاغ مقتضب للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، من ضمن مضامينه انه هذا البلاغ يقول بانه تأتي هذه التغييرات في إطار النهج الجديد للجنة المنتخبات الوطنية والمتمثل في التنسيق والتواصل بين الأطر التقنية لكافة المنتخبات الوطنية. هذا نستشف من خلال هذا الكلام بأنه ربما المدرب عصام الشرعي اللي هو خريج المدرسه البلجيكيه واللي معروف على كتوم ومتحفظ يشتغل في صمت، ربما يلمح هذا البلاغ على انه مقتضب، يلمح بان هناك ربما سوء الفهم ما بين المدرب عصام الشرعي والمدرب وليد الركراكي، واللي متعارف عليه في العالم انه كل منتخبات الفئات السنيه خصها تشتغل وفق النهج اللي كيشتغل به المنتخب الكبار. باش اي لاعب يوصل للمنتخب الكبار كيكون متشبع بالاوتوماتيزمات والنهج التكتيكي، هو الشيء المفروض يكون على الاقل ما بين المنتخب الوطني الاولمبي والمنتخب الكبار، باش اللاعب اللي يصعد من المنتخب الاولمبي للكبار كيكون هاضم واحد المجموعه من الميكانيزمات كتسهل اندماجه. وهو الشيء اللي بدينا به في هذه الكاس الافريقيه بواحد 6 ولا 7 لاعبين اولمبيين، البعض منهم خدا بعض الدقائق والبعض اخر ما دخلش بصفه نهائيه كعبقار وكشادي رياض، والبعض اخر خدا بعض الدقائق كالسيفاري كريشاردسون وكالزلزولي وكغيرهم من اللاعبين. اللي كاين وانه لما شاركنا في كاس افريقيا واللي نظمناه هنا ببلادنا وبنهايه تاريخيه مع المنتخب امام المنتخب المصري، وفي اجواء جميله جدا، شاهدنا مركب رياضي المجمع الرياضي امير بن عبد الله ممتلئ عن اخره، تقريبا ب 55,000 متفرج. المنتخب الوطني الاولمبي قدم عروض، كان حماس اللاعبين، كان واحد الجيل من اللاعبين كثير منهم محترف بالخارج، بغى يظهر امكاناته وقدراته، وظهروا امكانات كبيره بالمسانده ديال الجمهور وبالدعم كبير ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وبواحد الحوافز كبيره. تمكنا من الفوز بلقب افريقي الاول كيدخل الخزانه المغربيه لكره القدم، وان كان البعض قال بانه المدرب عصام الشرعي لم يقنع كاداء كمردوديه. الجمهور بطبيعه الحال صعب جدا يكون اجماع على شخص على مدرب معين، البعض يرى بانه لم يقنع، والبعض اخر راى بانه منحنا لقبا لم نفوز به من قبل. اللي كاين اللي مؤكد انه في تجربته الجديده استطاع يفوز باللقب، ما سبقش مدرب يعني في الفئه استثني اللقب ديال رشيد طوسي 1997 يمكن فاز بكاس افريقيا للشباب. هذا هو لقب اخر لكره القدم المغربيه في السنيه الاقل 23 سنه، واللي كان في الموعد. اللي كان خصو يكون اللي نفرض نضعوا الفرضيات، اللي نفرض انه عصام الشرعي لم يرقى لتطلعات الجماهير الرياضيه والمسؤولي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وكان مفروض التغيير كان خصو يكون مباشره من بعد كاس افريقيا الامم، يخرج المدرب من الباب الواسع، وكذلك يبقى الوقت للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش تختار واحد المدرب اخر وتشتغل بواحد الهدوء باش تهيئ المنتخب الوطني الاولمبي بواحد الظروف مهمه جدا قبل ما يمشي لهذا الحدث الكوني اللي ارقى تظاهره رياضيه على وجه الكون. مع موقع لا هذا لا ذاك، بقاش عصام الشرعي، توفرت له امكانات كبيره، مشى لواحد واحد من اللقاءات هنا ارض الوطن وخارج ارض الوطن، ضمن في مرسيا، انهزم مع العراق، فاز على الدومينيكان، انهزم مع الدنمارك ما مأهلاش على الاولمبيه ب 3-0، ربما هي المباراه اللي عرات واحد المجموعه من النقائص. ومن بعد ذلك الان هو كان في طور الاعداد اللي نظن ان اللائحه مشات، لان خصها تمشي قبل 15 يوم حسب مو متعارف عليه في اتحاد كرة القدم. اللوائح لما توصل للانديه بعد بطاقه استدعاءات كتمشي ب 15 يوم قبل اللقاءات الوديه او الرسميه. على اي عصام الشرعي هي واحد المجموعه من الامور اللوجستيه باش غادي يمشي في هذا الشهر لتركيا للقيام بمعسكر تدريبي غيجري فيه 2 ديال المباريات، واحده امام اوكرانيا وواحده امام بلاد الغال ويلز.
لما يجي هذا التغيير في هذا الظرف بالضبط كيقلب واحد المجموعه من الموازين ويخلي الراي العام الرياضي في حاله دهشه، في حاله ذهول، في حاله ترقب، وتطرح اسئله كبيره تتناسل الان في مواقع التواصل وفي كل مكان وفي كل حاره وفي كل بيت وفي كل مدينه. يا ترى ما اسباب تخليع المدرب؟ البعض يرى انه كان بامكان دعمه باطار اخر اللي يمكن يعطي واحد الدفعه اخرى، صح واحد مجموعه من الامور كما بغى يكون الحال. عصام الشرعي هو مكون، ولكن ملي جا عطانا لقب، وهذا اللقب دخل التاريخ. حنا نعطيو كل واحد حقه، دخل التاريخ. كنت انا الان اتساءل يا ترى كيف هي نفسيه الرجل؟ يعني نفسيا غيكون صعب جدا، يعني اي شخص يوضع نفسه مكان عصام الشرعي، وبخصوصا اذا كان مدرب، هذا يجعل واحد التعاطف كبير مع الرجل. وان كان البعض الاخر يرى فيه بانه ليس رجل مرحله ولم يفي بالغرض وما عطاناش الكره الرافعه اللي كنتوقعوا لها، وصراحه صعب جدا ترضي الجميع. البعض يبحث على الالقاب والبعض يبحث على المردوديه. قدمتي مردوديه وما فتيش باللقب، مشكله. فتي باللقب وما عطيتيش مردوديه، مشكلتين. وهكذا دواليك. وهذه هنا حلاوه كره القدم. اللي كاين الان هو انه رسميا عصام الشرعي غادر اسوار الفريق الوطني المنتخب الوطني الاولمبي اقل 23 سنه، وغادي يجي مكانه بطبيعه الحال لاعب دولي سابق بامكانات كبيره، داز كواري بلغه كره القدم، داز كواري ولاعب دولي قدم مستويات كبيره. انطلق من اوكسير، هو ابنه المغرب فاسي، انطلق من مدينه فريق اوكسير ومشى لازيدار الكمار الهولندي، من بعد غادي يقدم مستويات كبيره مع فريق بورتو. وكنتذكروا جميع الهدف المارادوني اللي سجلوه في احدى لقاءات عصبه الابطال الاوروبيه لكره القدم. لاعب لما انهى مساره الرياضي كلاعب دولي ومحترف في الخارج، دخل عنده دبلومات، عنده شواهد كبيره. دخل في بعض التجارب مع فريق اتحاد، مع فريق المغرب فاسي في اكثر من مناسبه، اللي فاز معه بلقب 2017 نهائي تاريخي كاس العرش امام اولمبيك اسفيو. انا اللي علقت على المقابله بملعب الشيخ محمد الغطف بنية العيون. عنده تجارب مع المغرب فاسي في اكثر من مناسبه، مع اتحاد تورقه، مع المغرب التطواني. كمان هو كان مكون في اكاديميه محمد السيسي كره القدم، وكانت عنده واحد التجربه في الامارات لم تكن موفقه، ب 11 مقابله ما فاز اي مقابله، خانته النتائج. هذا اللي عجل برحيله. الان هو كان كيتواجد في فريق المغرب فاسي، اللي فريق المغرب فاسي كنعرفوا جميع المشاكل اللي كيعيشها في الاونه الاخيره والفراغ الكبير اللي عنده على المستوى التسييري. فلما جاء نداء، طبيعه الحال هذا نداء الوطن، اي انسان، اي مواطن مغربي، اي مدرب يمكن ان يكون فخور لما يجي نداء بهذا الشكل، يلبي النداء الوطني باش يمشي يدرب المنتخب الوطني الاولمبي الاقل 23 سنه. طبيعه الحال لان مصلحه الوطن فوق الجميع. انما التساؤل الذي يطرح الان على بعد 3 أو 4 اشهر من الالعاب الاولمبيه تعطيه منتخب، اكيد هو غيكون متبعه، ولكن ماشي بالدقه الكبيره اللي كنتبع بها عصام الشرعي. غيبدا من الصفر، هنا يمكن نفس تقريبا نفس الوضعيه اللي كان على وليد الركراكي قبل ما نمشيو كاس العالم. 3 ديال الاشهر غادي يتم تخليل واحد خليل وزيتش، غادي تجيب الجامعه الركراكي بواحد الشجاعه كبيره، غيتحمل المسؤوليه ومشى، والحكايه تعرفونها. نتمنى يتكرر السيناريو. هذه كره القدم منفوخه بالريح ديال الجلد المدور، ما فيش المنطق. نتمنى على اي الوضعيه صعبه جدا. طارق سكيتيوي بشجاعه كبيره بطبيعه الحال يتحمل المسؤوليه ديال الفريق الوطني. الاشتغال غيشتغل ليل نهار 24 ساعه على 24. عنده عامل الزمان، عنده اكراه ديال الزمان، العامل ديال الوقت يعني يداهمه. طبيعه عنده قاعده اختيارات كبيره باش نتمنوا له التوفيق. حنا ما يمكننا نتمنوا له التوفيق اي اطار وطني. انما الجمهور كيطرح التساؤل، اذا بقى التاخير حتى لهذا الوقت عاد تم التخلي على المدرب عصام الشرعي من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، هذا يدل بانه ربما تيار تفاهم او النقاش بينه وبين المدرب وليد الركراكي لم يعد يعني يمر بالسلاسه الممكن. هذا تساؤل، نطرح التساؤل فقط. الجمهور كيطرح التساؤل حتى انه اللاعبين كاين قاعده كبيره الاختيارات في المنتخب الاولمبي اللي يمكن يعطيوها للمنتخب الكبار. والان السؤال الجوهري، لمن يا ترى ستعطى الاسبقيه في هذا الوقت؟ هل للمنتخب الوطني الاولمبي اللي قريب باش يشارك في الدوره ديال باريس، ام للمنتخب الوطني الكبار اللي كنستعدوا بطبيعه الحال لقصائد كاس العالم في شهر يونيو القادم، وكنستعدوا للعرس الافريقي الكبير اللي تحتضنوا بلادنا في 2025 صيف 2025 بمشيئه الله. المنطق يقول بانه الاسبقيه للمنتخب الوطني الاولمبي على اعتبار لازم نظهروا بواحد المستوى كبير، على اعتبار الجيل من اللاعبين المتميزين. كاين لاعبين مستوى كبير صغار في السن عطاو اشارات قويه، ما نقولش كلهم ولكن واحد 90% منهم الان ما شاء الله كيقدموا مستويات جميله جدا في نواديهم.
نذكروا السيباري، ريشارسون، زلزولي، شادي رياض، بوشواري، كثير عشرات الالاف اللي كترصع جميع كره القدم المغربيه. اللي كاين القرار اتخذ، خدا حقه عصام الشرعي ولا ما خداش، نطرحوا التساؤل. اللي مؤكد ان الشرعي دخل التاريخ الرياضي من باب الواسع، نقول له شكرا لك لما قدمته للكره المغربيه، وكما عدناك كتوما هادئا وديعا، تاكد بانه المستقبل لازال امامك. وربما هذه كره القدم، ربما في وقت من الاوقات يمكن ترجع كره القدم المغربيه من بوابه النادي او احد المنتخبات الوطنيه. الباب غيبقى مفتوح لكل الكوادر المغربيه، هذا مؤكد. ونتمنوا التوفيق لي طارق سكيتيوي، كما دعمنا كل المدربين المغاربه غندعموا طارق سكيتيوي، الاعتبار عنده هو الاخر يمكن بالماريس من غير اللقب اللي عنده ديال كاس العرش مع فريق بغريب فاسي، ولكن كلاعب عنده مجموعه ديال الايجابيات كلاعب سابق وكمدرب حالي. اولا سبق له التوج بكاس افريقيا للشبان مع المنتخب الوطني، وسبق له داز لاعب مهم في المنتخب ديال الكبار، وكيعرف جيدا العقليه ديال اللاعبين المغاربه المحترفين بخارجنا. قضى واحد 15 سنه في المهجر ما بين بلجيكا، فرنسا وهولندا والبرتغال، هذه كلها. ومتتبع جيد تقريبا لكره القدم العالميه، ويتحدث تقريبا باربعه ديال اللغات. هذه كل عوامل غتجعلو يندمج بسرعه كبيره مع اللاعبين. واش اللي نتمناه في هذه الاسابيع القليله المقبله، وخصوصا الفريق الوطني غيدخل عنده جوج ديال المباريات في هذا الشهر. المنتخب الوطني الاولمبي الاقل 23 سنه غادي يستعد بتركيا اللي غيخوض فيها جوج ديال المباريات وديه، قبل ما يخوض شهر يونيو المقبل جوج ديال المباريات اخرى وديه، وغالبا غتكون مع مدارس اسيويه على اعتبار اقصائيات كاس اسيا للامم المؤهله لدوره باريس غتجرى في غضون الاسابيع القليله المقبله. الثلاثه الاوائل غادي ينضافوا ال 12 منتخب اللي مؤهله من قبل، والمنتخب وغالبا غتكون منتخبات كبيره غادي يلعب مع الثلاثه اللي غادي يتاهلوا في الاسابيع القادمه، يلعب مع شهر يونيو جوج مباريات وديه قبل ما يدخل الحلبه ديال التنافس النهائي. نذكر بان افريقيا ممثله ثلاثه المنتخبات، المغرب، مصر ومالي وغينيا. منتخب غينيا ترقب الرابع اللي غيتاهل، اللي غيحتل الصف الرابع في الاقصائيات ديال كاس اسيا للامم اللي غتجرى كما قلت مستقبلا بقطر، غيلعب ماتش باراج، واللي فاز غادي يمشي ويلتحق ويصبح المنتخب رقم 16 المنتخب تمام والكمال، ومن غيشاركوا في كاس او في الالعاب الاولمبيه القادمه. نذكر بانه لائحه تضم 18 لاعب، يا ترى 15. هنا المهمه الصعبه هنا في هذا التخفيض او تقليص ديال العدد ديال اللاعبين. الا كانت كاس افريقيا الامم الكبار كان فيها 27 العاب اولمبيه، 18 لاعب، 15 سن اولمبيه وثلاثه اللاعبين من الكبار. لا كان تختار ولا بغيتيش تختارهم تضيف لاعبين عاديين عندهم السن ديال باقي اللاعبين. يا ترى من سيقع على اختيار؟ نطرح تساؤل كما يطرح الجمهور الرياضي، تساؤل كثير. ويا ترى كذلك هذا التغيير واش يمكن يدير شي ديكليك، يدير شي رجه في الفريق الوطني؟ لان كنعلموا بانه في التغيير في كره القدم خصوصا في المنتخبات لما يمشي مدرب ويجي مدرب يمكن نشوف واحد الرجه كبيره اللي يمكن تكون ايجابيه ان شاء الله. اللي وقع دابا الان وانه عصام الشرعي يصبح يعني كاسم في ارشيف المنتخب كره القدم المغربيه والمنتخب الوطني الاولمبي، واللي مؤكد الان وانه طارق سكيتيوي هو المدرب الرسمي للمنتخب الوطني الاولمبي اقل 23 سنه. يا ترى من سيرافقه في هذه الرحله كاطور؟ هل سيشتغل وحده او هناك مساعد او مساعدين؟ الايام القليله المقبله ستوضح لنا واحد مجموعه من المعطيات التي تخص المنتخب الوطني الاولمبي، واللي المفروض انه الان لان هناك تداخل في مباريات الوديه اللي يخوضها المنتخب الوطني الكبار في هذا الشهر باكادير 22 و 26 على التوالي امام موريتانيا وانغولا وموريتانيا، وفي نفس الوقت في نفس تقريبا في نفس المده الزمنيه المنتخب الوطني غيلعب الاولمبي، غيلعب جوج مباريات في تركيا امام اوكرانيا وامام منتخب بلاد الغال، واللي يجعل انه توزيع اللاعبين الاولمبيين يا ترى كيف سيتم؟ هذا غيتم طرح، ما يمكن يتم الا بواحد التنسيق، ويكون التنسيق دقيق جدا، واعطاء اولويه لهذا المنتخب او ذاك حسب ما يتوخى المسؤول كره القدم المغربيه وما يتوخى الجمهور المغربي، اعطاء الاسبقيه لهذا المنتخب او ذاك. لكن الاهم هو ان كره القدم المغربيه تكون في الواجهه، وكره القدم المغربيه تعطينا النتائج المبتغاه والتي نترقبها من اللاعبين. على اي كيف ما كان الحال رواح كره القدم
اسماء كثيره مرت من هنا، واسماء غادرت، واسماء تركت بصمه اخرى لم تترك اي شيء، ماشي في كره المغرب، في كره القدم العالميه. وصحيح المدربون يتعبطون دائما حقائبهم على اعتبار النتائج. هذه المره النتيجه كانت، ولكن تم الابعاد او اقاله المدرب عصام الشرعي امام استغراب جمهور رياضي، واحد النسبه مئويه كبيره، على اعتبار ان كفه اخرى على قلتها كانت ترى انه لم يقنع، ولكن تشفع للرجل بانه فاز بلقب افريقي. ومن الصعب اذا فزت بلقب، من الصعب جدا التخلي عليك. ولكن على اي، ربما انا طرحت تساؤلات كثيره كما طرح الشارع الرياضي. يمكن الايام القادمه تفرز لنا واحد مجموعه من المعطيات، يمكن تخرج للعلن ونقتنعوا ونعرفوا لماذا تم التخلي في هذا التوقيت بالضبط على عصام الشرعي. على اي، نتمنى كل التوفيق للوافد الجديد طارق سكيتيوي، نتمنى يطرق باب النجوميه مع الفريق الوطني كما كان نجما سابقا كلاعب، ونتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات الوطنيه في الاستحقاقات القادمه. الى اللقاء. السلام عليكم. لا حديث في اوسط كره القدم المغربيه تقريبا في هذه الاربعه ايام الاخيره الا عن هذه التغييرات التي طالت بعض المدربين، سواء مساعدين او مدرب رسمي. في المساعد في مدرب منتخب الكبار، ذهاب غريب امزين ومجيء عبد الله بوحدمه، واحد من الاطر المكونه بفرنسا، والتخلي عن خدمات او اقاله المدرب عصام الشرعي اللي منحنا لقب افريقي كبير ديال اقل من 23 سنه، هذه تقريبا واحد السنه وما ينيف. جاء مكانه طريق سكيتيوي، وكان الخبر مثلا